دلوقتي تعالوا نشوف بقى التطبيق ده على الافتر افكت هيبقى عامل ازاي لما نيجي ان احنا نفتح الافتر افكت ونشوف هنبدا ازاي. اول حاجه انا فتحت الافتر افكت دلوقتي، تمام. هنتكلم سريعا كده ايه الحاجات اللي احنا هنشوفها قدامنا. انا عندي كذا بانل، عندي البروجكت بانل، عندي الكومبوزيشن، عندي شويه بانلز هنا هنتكلم عليها بس بعدين مش دلوقتي، وعندي هنا حاجه اسمها التايم لاين. اوكي، البروجكت بانل هي عامله زي الدرج اللي فيه كل التولز اللي انا ممكن اشتغل فيها في البروجكت بتاعي. لو في فايلز هشتغل عليها، سواء صوت، صوره، سواء اي حاجه، مزيكا، فويس اوفر، الستريشن، فوتوشوب فايلز، اي حاجه انا محتاج ان انا ادخلها في البروجكت بتاعي فانا بحطها في البروجكت هنا. بعد كده عندي الكومبوزيشن، ده المكان اللي انا بشوف فيه الانيميشن بتاعي. وبعد كده عندي التايم لاين، هو المكان اللي انا بعمل فيه الانيميشن بتاعي، ده المكان اللي بحط فيه الكي فريمز والفريمز والكلام ده كله. عشان نبدا هنيجي فايل، تمام. انا عملت نيو بروجكت اوريدي خلاص، تمام. لو جيت عملت نيو بروجكت اهو، عشان ابدا اشتغل لازم اشتغل جوه كومبوزيشن، تمام. لو في حد يعرف شويه حاجات فوتوشوب او الستريتور، هو عامل زي الجروبس نوعا ما، بس هو ليه ستايل مختلف هنا. ان انا عشان اشتغل اعمل انيميشن احط اي حاجه فلازم احطها جوه كومبوزيشن، تمام. فلازم عشان ابدا البروجكت بتاعي ان انا اقول له ان انا عايز نيو كومبوزيشن، تمام. انا شغال على افتر افكت 2020، لو في حد معاه نسخه اقدم هيلاقي نفس الحاجات، ممكن اماكنها مختلفه شويه، فانا هشتغل بالطريقه الستاندرد اللي موجوده في اغلب الفيرجنز يعني. فايل نيو، تمام. فده خلاص بروجكت، هاجي عند كومبوزيشن وهقول له نيو كومبوزيشن. ده كان زمان، ونيو كومبوزيشن بقت قدامنا دلوقتي في الفيرجنز الجديده، تمام. طيب هنيجي بقى هيطلع لنا كومبوزيشن سيتنجز وهنبص عليها حبه حلوين كده. رقم واحد كومبوزيشن نيم، يفضل ما تتسابش كده. كومبوزيشن نيم لو هي كومب 1 كومب 2 مع الوقت بتبقى ملخبطه جامد جدا، فلازم نسمي اللايرز والكومبوزيشنز بتاعتنا، فهنسمي ده تيست 1، تمام. بعد كده عندي الويدث والهايت، تمام. اول بريسيت ممكن ان انا اشتغل من بريسيت، تمام. بختار البريسيت اللي انا عايزها، بس احنا هنتكلم عليها مانيولي احسن عشان نفهم كل حاجه اصلا معموله ايه. الويدث والهايت ده عدد البيكسلز في العرض، في الويدث والهايت. الناس مثلا لو بنشتغل على يوتيوب ففي نظام الكواليتي تحت اللي هو 240 360 480 720 1080 2K 4K، الناس اللي عندها نت سريع بقى، تمام. فده نفس الحكايه، ده بيحدد الكواليتي بتاعه الفيديو بتاعتنا. عدد البيكسلز دي الوحده اللي بتكون الصور على الكمبيوتر، تمام. كل ما عدد الوحدات ده زاد كل ما الكواليتي بقت ازيد، تمام. باي ديفولت هو بيديهاني 1080 1920، ده كده اتش دي، ده هاي ديفينيشن، وده اللي احنا بنشتغل بيه في الاغلب. نسبه 99% من البروجكتس بيبقى معمول كده، الا لو في حد هيشتغل بقى حاجات 4K وكده ساعتها بيعلي الكواليتي، تمام. هسيب كل حاجه معموله زي ما هي، هتاكد بس ان البيكسل اسبكت ريشيو معموله سكوير بيكسل، تمام. بعد كده بيجي يسالني على الفريم ريت، تمام. الفريم ريت اللي هو فريمز بير سكند، انت عايز الانيميشن بتاعك يبقى كام فريم بير سكند. الديفولت اللي هو بيتعمل 99% برضو هنخليه 24 زي ما احنا متفقين. فاحيانا بنغيره لاسباب تانية، لو مثلا هشتغل حاجه فيها افكت معين، هنتكلم على الحاجات دي في انواع الانيميشن نفسه. لو انا هشتغل حاجه فيها ستوب موشن فانا عايز حاجه تكون مقطعه سنه فيها تقطيعه، فانا لو انا عايز التقطيعه دي ممكن اخلي بدل ما هم 24 اقللهم، بس لا يفضل ان انا اعمل ده دلوقتي، ممكن نغيره بعدين. بعد كده ريزوليوشن فول، طبعا انا عايزه فول ريزوليوشن. ستارت تايم كود وديوريشن. ستارت تايم كود بيقول لي عايز ابدا اعد التايم بتاع الكومبوزيشن ده من امتى، تمام. لو انا اوريدي ده مثلا كنت شغال على بروجكت، والبروجكت اللي فات، المشهد اللي فات مثلا كان 3 دقايق، وده المشهد الجديد، فانا عايزه ما يبداش من صفر، لا عايزه يبدا من 3 دقايق، يبقى مثلا 3 دقايق و20 ثانيه و10 ثواني وات ايفر الكلام ده كله. بس الديفولت ان احنا بنسيبه زي ما هو كده زيرو. الديوريشن هنا اللي هو التايم لاين بتاعي مدته هتبقى قد ايه، الكومبوزيشن بتاعي في التايم لاين مده الوقت هتبقى قد ايه. فمن الشمال لليمين دي الساعات،
كام ساعه، ده عمرنا ما بنعملها، ما بنجيش ناحيتها، ما فيش اي بروجكت اشتغلت عليه في حياتي كان فيه ساعات. بعد كده الدقايق، تمام، بعد كده الثواني، وبعد كده كام فريم، تمام. فانا لو جيت دلوقتي في الخانه دي غيرتها، بدل ما هي بقت 15 خليتها 10، فانا كده عارف ان ده دلوقتي كده 10 ثواني. اوكي. بعد كده باك جراوند كلر بسيبها 0، كده كده بنعرف نغيرها بعد كده. لو دوست اوكي، تمام، انا بس عملت غلطه، نيو كومبوزيشن، ان انا عكست الارقام دي، هخلي 1920 في 1080، تمام. ده كان معمول، الكومبوزيشن كان معمول بالطول اللي هو حجم الستوريز بتاعت الانستجرام، تمام، عشان ده كان اخر بروجكت اشتغلت عليه. فهنخليها العكس، الويدث 1920، الهايت 1080 عشان يبقى الطبيعي بتاعه. اوكي بس كده. فكده لو خدنا بالنا هنلاقي ان بروجكت، تمام، معمول كومب 1 اهو، ده الكومبوزيشن اللي اتعمل، هعمل له رينيم عشان احنا اتفقنا ان احنا نسمي الكومبوزيشنز بتاعتنا، نسميه تيست 1. اوكي. والتايم لاين اهو دلوقتي بقى ظاهر عندي بشكل مختلف، وبقى عندي اللون الاسود اللي هو بتاع الكومبوزيشن باك جراوند اللي احنا كنا مختارينها اوريدي.